الأردن دائما تصدر شعراء مهمين في العالم العربي. حقيقة أنا أيضا لم أحظى بشرف السماع للصديق حسن، لكن أستطيع أن أحدث بأنه حقا شاعر جميل. الشعر في النهاية هو حالة، وسأكون سعيد جدا إذا ألقى شعرا جيدا. رغم أن التنافس هو السمة الأساسية في المسابقة، وأن هناك دائما رابح وهناك دائما خاسر، وأن الرابح سيربح دوما على حساب الخاسر، إلا أنني أرى في الشعر ساحة للأصدقاء ومكانا جميلا يكفي أن نلقي ما بجعبتنا من قصائد ومن أبيات. وكما قال صديق حسن، دوما سيكون الشعر هو الرابح الأكبر، وهنيئا لمن يقول الشعر أجمل. كل شيء متوقع، ربما نتأهل جميعا وربما نخرج جميعا. في النهاية لن نتأثر، أعتقد أننا شعراء ويجب أن نستمر سواء بقينا في المسابقة أم خرجنا من المسابقة. أنا متأكد أن حسن وأني نمتلك القدرة على الارتجال والكتابة، إلا أنها 3 دقائق وحسب، ولا يدري أحد ماذا يمكن أن يحدث في هذه الدقائق ال3. ثمة حظ ما ينتظر، وسننتظر ما الذي سيقوله النرد. الموضوع هو الحقيبة، فأخرج من حقيبتكما كل 3 أبيات. انتهى الوقت يا شباب. تقرأ أسامة. الحقيبة. وحدي وحدي على أهبة الترحال والسفر، أعتق القلب وحدي على أهبة الترحال والسهر، أعتق القلب والأحلام في سفري، سأحمل الوجد أسماء على شفتي، وأرسل الروح لحنا داخ في أثري. أنا حقيبة أشعار ممزقة، إن تفتحوها تروني غبت عن نظري. شكرا. الحقيبة. من الحقيبة أستجدي نداءاتي كالطفل يعثر في الدنيا عن الذات. هذه الحقيبة تبني نور رغبتنا وتستحيل جمالا في المسافات. لن يتقي بوحها درب ولا شفة، ففي ملامحها تخضر راياتي. شكرا. شكرا جزيلا. صنع كل منكم صورة خاصة لحقيبته وحاول تشعيرها، لكن المسافة والمساحة والوقت الذي نختبر فيه سرعة البديهة وقوة النظم لا تتسع لشيء من الشعر، ومع ذلك فأشكر لكما ما نظمتما من شعر.